تقولوا كلام اي كلام مش مظبوط. هتلاقي اي واحد من الناس اللي هم المسجلين بتوعكم دول وتيجي ممكن يا جماعه ننتظر يعني ايه المسجلين؟ استاذ احمد المسجلين ايه؟ المسجلين في حوادث تهريب دولار وتمويل دولار ما انت اتكلمت وتمويل مخدرات. يعني ايه مسجلين؟ يعني ايه الاموال اللي بتدخل في الارهاب دي جايه منين؟ يعني ايه كلمه مسجلين؟ قول لي جايه منين؟ مين اللي بيلم الفلوس يعني في الدول العربيه؟ ما نسمعه وبعد كده علق. ما احنا قعدنا سمعناه. انت اوعى تفتكر انك انت داخل ما انت وجهت ولا تلعبني مسجلين خطر. ممكن يا جماعه ممكن تسكت شويه يا استاذ احمد زي ما استمعنا اليك لو سمحت لازم ترد لو سمحت. لا انت بدايتك كلها غلط. لما تيجي تتكلم بطريقه غلط يبقى تعرف انت بتتكلم. قول لنا انا مصر ان شركات الصرافه هي السبب الرئيسي في خراب سعر الدولار. هو انت مالك ومال الدكتوره بسنت؟ انت بتتكلم عنها هي ليها كلام يا استاذ احمد لو سمحت. هي ليها كلام واحترامها ما تتكلمش بيها. دي واحده من اصدقائنا. هسمعه بعد كده. انت بتتكلم عن الدكتوره بسنت. انت مالك انت ومالها؟ انت جاي بتدافع عن بسنت. هي لا تنتسب ليك وهي ما خلينا نسمع. وهي ما بتدافعش عن شركات لو سمحت استاذ احمد بص لي. هي ما بتدافعش عن شركات. خلي كلامك معايا. لو الدكتوره بسنت ست محترمه. احنا بنتكلم في كيفيه خلي كلامك معايا النواحي الاقتصاديه وعمال يتكلم كلام اي كلام. قول لي انت ولا عارف اي حاجه. لا انت بتقول انا بقول لك كل حاجه، بقول لك الحقيقه كلها. لو سمحت انت تاجر مخدرات. بتقول لابد من اصل انا جيت لك انت مش عارف ايه. جيت لك على الجرح. انا جيت لك على الجرح. لو سمحت راجل عبيط. جيت لك انت اللي عبيط. انت مش فاهم حاجه خالص. كده انت مش فاهم حاجه خالص. ده انتوا كلكم مسجلين ومعروف تاريخكم ايه. لما تقول لي من ايام سامي علي حسن واحنا دعمنا البنوك والريان، هو انتوا مش اشكال الريان؟ يا استاذ احمد حضرتك لو سمحت لو سمحت مش هنتكلم كده. لو سمحت مش ده التاريخ. ما عملتش سامي علي حسن يا استاذ احمد. انت مالك انت يا استاذ احمد؟ انا مالي وانت مالك انت؟ يا استاذ اشرف اطلع لنا سامي علي فاصل. حسن ده مش هو دوت القدوه.